بالنسبه للسنغاليه خسرت وحنا فرحانين، المغاربه كاملين فرحانين على السنغال خسرت. ما كتفرحش، ولحقاش عنصريه، هي عنصريه، حنا ما كنبغيوش العنصريه. المغرب كيبغي السعاده وكيبغي الناس يكونوا مزيانين، وعاش المغرب وديما مغرب، ونبغيو المغرب هو اللي يدي الكاس ان شاء الله. ما احنا فرحانين حيت السنغال مشات بحالها. مبروك عليكم السنغال. علاش اليوم ما نسحبوش؟ مقابله اعتقدنا على ان المنتخب السنغالي غادي يمر للدور الاخر، ولكن في الاخير خلق المنتخب البلجيكي المفاجاه. وبدوري انا كنتسائل في هذه المناسبه علاش المنتخب السنغالي ما انسحبش كما دار في كاس افريقيا ولا هذا كاس العالم. المهم كتبقى كان عليهم ينسحبوا وياكدوا بانهم كانوا في الموقف ديال كاس افريقيا وكان عليهم ينسحبوا. هذا كل ما غادي نقول انا، وتحيه للجميع. المنتخب البلجيكي اليوم اخويا زيزو كي كتشوف كان كيستحق الفوز على المنتخب السنغالي، منتخب ضعيف اللي تاهل في لائحه الانتظار مع احسن 8 ثوالث. اليوم المنتخب في البلجيكي كنهنيوه على الفوز ديالو المستحق. السلام عليكم. انا اول حاجه اتساءل للسنغال لماذا لن ينسحبون من البطوله كما كان في الماضي مع المغرب. كنا ضربه جزاء وانسحبوا، ودابا كان عليهم خصهم ينسحبوا، كان عليهم يديروا الشغب، وكان عليهم يديروا بزاف ديال المسائل بحال اللي داروا في المغرب. وانما دابا ما داروا حتى شي حاجه، ما انتظرنا منهم حتى شي حاجه مع هادشي ديال الشغب وهادشي ديال الانسحاب. وزاد كيف هذه نفس دقيقه 90. هذيك عندنا حنا في الدقيقه 90، وهذه في الدقيقه 119، دقيقه باش انتهى المباراه. كان عليهم هذا هو سميتو. هذا نشوفوا هنا نشوفوا هذا سميتو هذا الانسحاب، ونشوفوا هذاك الشغب، ونشوفوا الا كنعرفوا السنغال راه قادره على هذا المستوى.